كت فوق سفيح ساخن. رواية للكاتب الروائي مواد ساها. في ظل الأوضاع الراهنة يلي بمر فيها شعبنا الفلسطيني، ومع استمرار الصراع القاسي، يطرح السؤال القديم الجديد: هل اللجوء بات قدرا محتما؟ وشو تأثير الظروف السياسية الراهنة على القضية الفلسطينية ومستقبل اللاجئين؟ وإلى متى سيستمر هذا الشتات؟ الروائي ضيف اليوم الروائي مواد ساها، يلي وثق مأساة المخيمات الفلسطينية في روايته قطة فوق صفيح ساخن. بستضيفه اليوم لنحكي عن هاي الرواية ونستكشف مقارنة بين معاناة الفلسطينيين في مخيم شنلا بالأردن في السبعينات، والوضع في المخيمات والشتات الفلسطيني الحالي. أستاذ مواد، أهلا بك معي في هذا اللقاء. في روايتك قطة فوق سفيح ساخن صورت الظروف اللي عاشها اللاجئين الفلسطينيين في مخيم شنلا بعد حرب 67 بشكل مفصل. ممكن تحكي كيف عكست هاي الظروف في الرواية، وكيف بتشوف أوجه تشابه بين تلك الفترة وبين الواقع اللاجئين اليوم الفلسطينيين اليوم؟ طبعا أهلا وسهلا أستاذ سهى، أهلا وسهلا في جمهورك وفي كل اللي بتابعونا الآن عبر قناتك، وبتمنى لك التوفيق. طبعا جسد الرواية، عتبة الرواية. نبدأ بالغلاف. غلاف قطة فوق سطيح ساخن. أيوة. طبعا العنوان بيمثل الألم، الوجع، اللي هي قطة فوق صفيح ساخن. صفيح الساخن هي الزينكو. أيوة. أو البراكيات. أيوة. هاي المرحلة بدأت بعد الخيام. أيوة. جسد الرواية أو ليش اخترت القطة؟ القطة حياة القطط في تشابه ما بين حياتنا وما بين حياة القطط. القطة مهما بعدتيها عن بيتك لازم تعود، وإحنا لازم نرجع. طبعا جميل جدا. القصص موجودة في الرواية هي عبارة عن قصص حقيقية. بدأت المأساة من فلسطين، وبدأ التهجير من عام 48 إلى طبعا هاي النكبة. أنا بدأت من النكسة لأنه أهلي من رام الله، من قرية اسمها كفرناهم. بدأت الرحلة الطويلة. أنت ولدت في المخيم. في المخيم. أنا رحلة أهلي والأحاديث اللي كانت رحلة أهلي بدأت من فلسطين إلى جسر الأردن. أيوة. إلى مخيم غور النمرين، إلى مخيمات الكرامة، ومن بعد انتقلنا للعبدلي، ومن بعد إلى مخيم شنيلر اللي يطلق عليه أكثر من مسمى: مخيم شنيلر، مخيم حطين، أيوة. مخيم ماركة. طبعا السبب تشعب بالاسم حتى ينسى. حتى ينسى. طبعا كان في 32 مخيم في الأردن. الآن أصبح عدد قليل من المخيمات. كان في مثلا في النظيف، في عبدون، هاي كان في مخيمات، ولكن في ناس طلعت التغى المسمى. الأمم المتحدة ما بتعترف في جميع المسميات، اعترفت فقط في أسماء مخيمات قليلة جدا. طبعا نبدأ من القصص. السبب الرواية: أنا توفيت أمي بال 2017. وجدت إنه لازم أكتب عن حياة هذه اللاجئة، وكيف المعاناة وكيف الأنات. كان قلبها يناسى ولكنها لم تمت. إحنا كنا عايشين في مدافن فوق الأرض وليس تحت الأرض. كنا نشاهد غصات أليمة وإنات موجع، ولكن العالم ما كان يشوفنا. دور الأمم كان إنه فقط يعني يجي المصور
يجي الصحفي يشوف ثوب منمنم، يشوف وين ما في طفل ثوابه رايحة، وين ما في ثوب فلسطيني يلتقط الصورة لحتى يفوز عليها بجوائز. ما بيعرف إذا هذه الجوائز حصلها من شركات الدعم إلى الكوكاكولا ولا البيبسي، ولكن بقيت بالصدمة تحت طي الكتمان أو السر. تحدثت في روايتك عن ضوء الأنوثة كالرمز الوحيد للأمل يلي بتشبث فيه اللاجئين، وكيف كانت ملاذ للفلسطينيين في أحلك الضعوف. سؤالي، هل ما زالت الأنوثة بتأدي دورها اليوم كيف كان في الماضي؟ وكيف بتشوف هذا الدور؟ هل بتشوف إنه هذا الدور كافي لمواجهة التحديات يلي بمر فيها الفلسطينيين في الوقت الحالي؟ أنا بدي أحكي عن الأنوثة أو وكالة الغوث. أنشأت وكالة الغوث عام 1948، وسبب إنشائها هو في نكبة أو التحضير إلى نكبة أو التحضير إلى تهجير. فمن أجل تحضير هذا التهجير يجب أن يكون هناك مؤسسة تستقبل هذا الوضع. الأونيرو هي عبارة عن عصا ساحر. كيف؟ إنه هي كانت تقدم في البدايات، تقدم كل شيء بس خرج من فلسطين. في سمن، في عسل، في لحمة، في بطانيات، في دخان، في كل شيء. تعال بس اطلع واحنا بنوفر لك. وفرت كل شيء في البدايات. طبعا كانت هي اللي معتني فينا، توزع الطحين، توزع المؤن، توزع الخيام، توزع كل هذه الأشياء. ولكن بالتقادم فقدت وكالة الغوث المصداقية إنه هي تدعم الشعب الفلسطيني أو تدعم المخيمات. السبب إنه وطنت الشعب الفلسطيني في الشتاء وأعطت له هويات أردنية أو سورية أو. فسبب إنشائها ظهر إنه هي عبارة عن تخلي الفلسطيني ينسى فلسطين. الآن الأونيرو بس بتقدم العلاجات فقط لا غير. كان في مركز توزيع المؤن، كان في المطعم للإغاثة، وإن شاء الله راح أعمل لك جولة في المخيم تشوف المكان اللي كانوا يطعموا فيه الأطفال الصغار، يطعموهم أكل. مركز توزيع المؤن راح ذهب كلياته. مراكز كثير حتى كانت تدعم التعليم وتعطي دفاتر وتوزع بوكاج وملابس. الآن فقط تعليم ونظافة. غير هلا بعد ما قل الدعم للأونروا راح ما يكون هناك في إغاثة أو في تعليم حتى. كيف أثر اللجوء على حياتكم وعلى عائلتكم؟ اللجوء هو أصل الإبداع. كيف نغني وننشد بدون أدب؟ الأم الفلسطينية والأب الفلسطيني طبعا أنا لا يقرأ ولا يكتب، اثنين فلاحين، ولكن كانوا بدهم يقضوا على الجهل ويقضوا على العدو ويرجعوا الوطن من خلال التعليم. احنا كنا 7 شباب جميعنا درس في الجامعات، وفي عنا ناس كثير بالمخيم ممكن أعدد لك أسماء إنه أخذت مراكز. يعني في صديقتي الآن نائب في البرلمان الإيطالي هو من المخيم، في مدير مشاريع كبير واللي عندهم أصحاب شركات كلهم أصدقائي الآن أصبح لهم كلمة في البلد وأغنياء. وكيف بتشوفوا هويتكم الفلسطينية اليوم وكيف بتحافظوا عليها بحياتكم اليومية في المخيم؟ طبعا الانتماء موجود. إن كان الشعب الفلسطيني أو اللي من أصول، خلينا نحكي صارت من أصول فلسطينية، أو الشعب الأردني. طبعا الكل الآن في عنده انتماء لفلسطين، لأن فلسطين قضية محورية. الكل بيطالب بحق العودة، والكل بيطالب إنه يصلي في المسجد الأقصى. نحكي عن الموروث كهوية فلسطينية، إحنا كنا فلسطينيين، ولكن الموروث بدأ يخفت بالتقادم.
إن الأثواب ذهبت، الغترة والعقال ذهب، الدماية أيضا في فلسطين هاي الأشياء الموروث ذهب. الأمهات ذهبنا بعجينهن بالأطباق بالحرف اليدوية. ولكن أنا بحافظ على هاي الأشياء، الموروث بحافظ عليه مع أبنائي. وشو رأيكم بالوضع السياسي اللي بيحصل اليوم بفلسطين، وهل هاي الأحداث بتأثر عليكم؟ طبعا شوفي، اللاجئ الفلسطيني سياسي محن، لأنه إحنا تلمذنا على نشرات الأخبار خلال BBC، مونte كارلو، هنا لندن. فكانت حياتنا كلها أخبار. كان الآباء والأمهات ينتظروا شهيق الساعة. يعني إن كان دقت بدك بن، إن كان مونte كارلو، ينتظروا حقهم بالعودة. كانوا على أحر من الجمر. هم رجعوا بحق عودة، ولكن رجعوا إلى الله ولم يرجعوا إلى فلسطين، وسكنوا بالمدافن القريبة من المخيمات حتى ظل عندهم انتماء. لو صار في عودة، إنه لا تنسونا إحنا الأموات إلى فلسطين، خذوا. يعني تحسوا إن المجتمع الدولي عم يدعمكم كلاجئين؟ طبعا المجتمع الدولي هو بدعمنا، بدعم غصاتنا، هو بزيد ألمنا وبزيد أوجاعنا. المجتمع الدولي ما عمل شيء، ما عمل فينا شيء، بالعكس. يعني المجتمع الدولي سياسته ما تغير. السياسة هي اللي هي ما في عدل، ما في مساواة، ما في قانون دولي. والآن بدأ يظهر جليا وواضحا من خلال نشرات الأخبار. وش تتوقعوا من العالم العربي، وش تتوقعوا من المجتمع؟ ما تتوقع شيء، ما تعمل شيء. وكيف بتشوفوا، كيف شايفين دور الحكومة الأردنية في دعمكم كلاجئين؟ بقانا في الأردن الآن هو أكبر دعم. يعني كانت هي عبارة عن المهاجرين والأنصار. إحنا ما بنشعر إنه إحنا مش في الأردن. بالعكس، إحنا بنشعر كمان الأردن وطن. ملاعب الصلة أنا بالنسبة لي، يعني بتشعروا بالهوية المشتركة الفلسطينية والأردنية؟ نعم، لأنه أنا ما خبرت غير عمان. ما خبرت غير ضواحيها، وما خبرت غير هذا جاري، إن كان من عائلة أو من عشيرة أو فإحنا صرنا عبارة عن خليط متماسك وفسيفساء جميعا بتشكل الفواحش. يعني والدعم اللي بيجيكم من المؤسسات المحلية يعني تشوفوا إنه كافي لكم؟ ما في دعم. ما في دعم. اللي بيحكي إنه في دعم، ما في دعم. كيف وضعكم الاقتصادي يعني كلاجئين اليوم؟ كل إنسان بيعتمد على نفسه، هو شطارته. يعني ما بتحسوا إنه عايشين حياة كريمة كلاجئين؟ ما بتحسوا هالظروف؟ أنا راح أخذك المخيم تشوفي كيف أهل المخيمات عايشين. هم عايشين في كنتونات، مساحة ضيقة، هي من المساحة عبارة عن 90 متر. ويوم يكون واحد عنده 8 أنفار، خلينا نحكي لك بالنفر، لأنه هذا تعداد الأنافة. ما رح تشعري أنت إذا بتصرخي بسمعك جارك، وإذا بتتوجعي بسمعك جارك. جوز هاي حسنة منيحة حتى يكون في ترابط اجتماعي. طب شو الرسائل اللي بتحبوا توجهوها للعالم كلاجئين، توصلوها للعالم عن حياة اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات؟ شوف الآن اللجوء تشابه اللجوء الفلسطيني واللجوء السوري واللجوء السوداني. نحن السابقون وهم اللاحقون. شو ما صار معنا صار معهم. وهذا الإشي أنا كتبته أو قلته للشعب السوري، إنه يصير فيكم زي ما صار فينا، وإذا أنتم مفكرين إنكم ترجعوا لسوريا. وهذا الحكي أثبت سنة 2012، وفعلا لحد الآن برجعوا، والآن 12 عام. اللجوء حياة مؤلمة جدا، حياة بدك أنت تتفوق على الموت فيها. إحنا لسنا أحياء، إحنا مجرد أموات، ولكن على قيد الحياة. بتشوفوا يعني دور التعليم في المخيمات، يعني دور التعليم بالنضال الفلسطيني في المخيمات، يعني التعليم بيساعد بهالشي في النضال الأمهات الفلسطيني؟
الأمهات إذا الأم عندها حق هي راح تزرع، وإذا هي ما استطاعت هي بتزرع ابنها. التعليم له دور، نعم له دور، ولكن دور المعلم إذا كان المعلم أيضا مناضل. إحنا تلمذنا على أيدي معلمين، يعني حتى في الله يرحمه توفى قبل شهر الأستاذ زهير زغطان وصديقنا محمد درويش، يعني حتى كانوا دائما مع بعض. شو بدك يعلم؟ إذا كان أستاذ زهير، إذا كان أستاذنا محمد لافي وهو كمان مقاوم أو مناضل أو عنده حس وطني وعنده انتماء، جميع المدرسين كان عندهم غيرة على هذا الجيل لحتى يصير أحسن جيل. ففي منا الفنان، في منا الروائي، في منا المخرج، في منا الآن صاحب الشركات. طب شو أكثر شيء بتحس إنكم تحتاجوه من المؤسسات الإغاثية والإنسانية؟ من هاي المؤسسات شو بتشوف إنه أكثر شيء أنتم بتحتاجوه؟ طب هل تعتقدي بعد 70 سنة أن المؤسسات رح تعترف فينا كلجوء؟ وهل بقي بلد بدون ما يكون في عوز؟ إذا كان في مخيم هو دليل على نعم. هلا احنا مخيم شنيلر الآن بعد هاي المدة من الزمن. أنا الآن كم عدد من سكان المخيم اليوم؟ أنا بعطيك العدد. هلا بعد 52 عام أنا خلقت في المخيم لحد الآن ساكن في المخيم. المخيم أخذ الشكل اللي بدي ياخذ الوطن، أخذ الحي، أخذ اسم المدينة. يعني حتى يوم ندفن ميت من جميع القرى بنجتمع لحتى ندفنه. هذا من يافا، هذا من جنين، هذا من عكا، هذا من بئر السبع. فكنا عبارة عن وطن واحد بشيع ميت نجهل البلد الأصلي. هذا سكان المخيم تقريبا 150. كم مخيم في الأردن موجود الآن؟ عدد مخيمات في الأردن الآن 13 مخيم، أكبرهم مخيم البقعة. يعني مخيم بعدين مخيم شنيلر، بعدين مخيم الوحدات. في مخيمات، مخيم إربد، عدد اللاجئين اليوم في كل هاي المخيمات بيوصل كم؟ مش عارف، بس تقريبا في 2 مليون. هذه الأشياء أرقام قديمة. الآن المخيمات ضاقت على السكان في البداية، فسكنوا في الأماكن القريبة. في منطقة دبرغور، في منطقة رصيفة. خليني أحكي لك من على أطراف المخيم. يعني الحواضر أو المدن اللي أصبحت بجانب المخيمات هي أصبحت مخيم. طب حلمكم الأكبر بهذه الفترة وكيف تتخيلوا مستقبل أطفالكم والأجيال الجاية؟ اكتشفنا إنه هذا الجيل ما بينسى، وإذا إن حلمنا نرجع ونصلي بالأقصى. يعني هذا هو الحلم، إنه نيجي نشوفكم بدون عوائق، إنه ما يكون في الصفر. شكرا لك أستاذ معاذ سارة. وكيف بقول يبقى الأدب والتاريخ هن مفاتيح لفهم حاضرنا وربما أيضا مستقبلنا كذلك. أكيد. شكرا. أنا بدي أحكي كلمة أخيرة. طبعا هو الروائي من يكتب التاريخ ليس المؤرخ. لأنه إحنا اللي هاي الفترة نوثقها في هذه المرحلة. وثقت الشوارع، وثقت الأحياء، وثقت المدن، وثقت القرى. وأنا جيت وثقت اليوم حلقة جميلة مع الأستاذة سعاد. كان من الشرف الأكبر. ويلا على المخيم.